السلام عليكم ورحمة الله. النهارده هنتكلم عن موضوع بيهم كل عامل حر، عامل بيسعى لقمة عيشه، ولكن هو مش تابع لشركة ولا موظف في الحكومة ولا موظف في مصنع، وهو التأمين المقاولات. يعني إيه تأمين مقاولات؟ وهل العامل الحر ليه معاش؟ وهل لا قدر الله لو حصل له عجز سواء كلي أو جزئي بكده ياخد معاش؟ وهل ليه تأمين صحي؟ كل الأسئلة دي وأكتر هنجاوب عليها إن شاء الله. كان معكم كريم عيد، أهلا بيكم. بفهمك القانون ببساطة وبنشرحه مع بعض ونوضحه مع بعض. أهلا بيك. جات لنا كتير رسائل وتعليقات بخصوص العمال الحرة، هل ليهم تأمين؟ هل ليهم معاش؟ هل ليهم تأمين صحي؟ حاجات كتيرة. فالنهارده جايين علشان نجاوب على الأسئلة دي ونوضح ونفهم الناس، ويعتبر ميزة بتأمن حياتك وحياة أولادك، وكمان بتعولك في الكبر، وهي تأمين المقاولات. نظام التأمين الاجتماعي في مصر نظم تأمين خاص للعمال الحرة، لأنهم بطبيعة شغلهم للأسف بيكونوا في أماكن متفرقة، مش ثابتين في مكان معين، المخاطر عندهم كتيرة. علشان كده القانون المصري وقانون التأمينات الاجتماعية نظم حاجة اسمها نظام تأمين المقاولات، وهو لعمال المقاولات، العمال الشحن والتفريغ، عمال البناء، وعمال المحاجر والملاحات. طبعا بطبيعة عملهم هم في أعمال حرة وغير موجودة في مكان معين، وكمان بتتسم للأسف في بعض الأوقات بالمخاطرات الكبيرة. علشان كده القانون المصري وخاصة قانون التأمين الاجتماعي نظم هذا القانون وهذا النظام. طب نيجي للسؤال التاني، وهو إن العامل بيدفع قد إيه للتأمينات الاجتماعية؟ بيدفع 11%، وال11% دول بيتقسموا كالآتي: 9% تأمين شيخوخة وعجز ووفاة، 1% تأمين مرض، 1% تأمين مكافأة نهاية الخدمة. وده وفقا لنص المادة 201 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي الصادر في 2019. طب أنا عرفت أنا هادفع قد إيه، طب الجزء التاني مين اللي هيدفعه؟ طبعًا ما فيش صاحب عمل، ما فيش شركة، ما فيش مصنع. أحب أقول لك إن الدولة فرضت حاجة اسمها المقاول الافتراضي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لمّا كعامل حُر بتشتغل في لدى مقاول، فالمقاول بيدفع لك 18.25% لحصتك في التأمين الاجتماعي. طب ده ليه؟ ده بيعوّض جزئية صاحب العمل، صاحب العمل اللي هي الشركة أو المصنع أو الحكومة. فالدولة افترضت حاجة اسمها المقاول الافتراضي، فأنت كعامل بتدفع حصتك والباقي الدولة بتدفعه. طب نيجي بقى للحاجة والجزئية المهمة، وهي إيه هي المزايا اللي بتحصل عليها من نظام تأمين المقاولات؟ رقم 1 وهو المعاش، سواء معاش الشيخوخة، أي لمّا بتوصل لسن معين اللي هو في القانون من 60 ل65 سنة، فغالبًا هيكون بعد كده 65 سنة. رقم 2 وهو معاش الإصابة، سواء للعجز الجزئي أو العجز الكلي. طيب العجز الجزئي والعجز الكلي ده بيتحدد إزاي؟ بيتحدد عن طريق إن في لجنة خماسية بتكشف عليك وبتطلّع تقرير بنسبة العجز الخاصة بيك، وبناءً عليه بيطلع لك المعاش من عدمه. كمان في ميزة مهمة جدًا وهو التأمين الصحي. لا قدر الله أنت تعبت والّا حاجة، بدل أمّا بتروح للمستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة اللي بتدفع بيها مبالغ كبيرة، لأ بتروح للمستشفيات الحكومية وبتذكرة بسيطة بيتم الكشف عليك. وكمان لمّا توصل لسن المعاش وتروح علشان تقدّم على المعاش، بتاخد حاجة اسمها مكافأة نهاية الخدمة، وهي بواقع 2%، 1% ليك أنت بتدفعها، و1% المقاول الافتراضي كان بيدفعها لك، فأنت بتاخد 2%. وكمان الدولة سهّلت عليك موضوع الدفع، فممكن تدفع عن طريق طرق الدفع الإلكترونية زي فوري وغيره. فبدل أمّا أنت تروح كل مرّة علشان تدفع المعاش في التأمينات، لأ بقى في وسائل بسيطة وحاجات بسيطة ممكن تدفع عن طريقها المعاش الخاص بيك. وجالنا سؤال مهم برضه، إن لا قدر الله لو المؤمّن عليه توفّى، اللي عامل المعاش توفّى، في الحالة ديًّا وهو عليه جزء من الاشتراكات لسه ما دفعش، أو ما حصّلش السن القانوني اللي فرضه القانون علشان يحصل على المعاش، في الحالة دي ممكن يعمل إيه؟ في الحالة دي ممكن الورثة تكمّل بقية الاشتراكات وتدفع علشان تحصل على المعاش كامل، أو الهيئة ممكن تخصّم الاشتراكات من المستحقات قبل صرفها. فهنا القانون رسم لك طريق. فالمشكلة هنا مش في القانون، المشكلة فيك أنت، وده لأسباب كتيرة، وهي إن عمّال كتير ما بيدفعوش الاشتراكات، أو ما يعرفوش أصلًا يعني إيه نظام تأمين مقاولات، وهل ممكن يتأمن عليهم والّا لأ، وهل
هيبقى ليهم معاش والّا لأ، أو يهملوا في الاشتراك. فالنقط دي يا رب نكون وضّحناها باستفاضة، ويا رب نكون وصّلنا لكم المعلومة اللي تفيدكم واللي تعينكم عند الشيخوخة، أو لا قدر الله في حالة العجز الجزئي أو كلّي. وقُل لي لو حابب أشرح لك حاجة معيّنة اكتب لي في الكومنتات، أو ابعت لي على الخاص وهنوضّحها لك إن شاء الله ونبسّطها لك زي ما بنبسّطها. كان معكم كريم عيد. سلام.